تنفيذ الاتفاقيات بالكامل. هي ليست فقط هدية من الائتلاف الوطني للقائمة العراقية، وليس من العراقية للقائمة الكردستانية. الاتفاقات أصبحت من أجل الشروع، أو اتخذت وتم التوقيع عليها من أجل الشروع ببناء مفهوم حكم سياسية قادرة على تجاوز كل الأزمات وتقديم الإصلاحات والبدء بإصلاحات العثرات حققت تشكيل الحكومة منذ 2003. نحن لا نحمل المسؤولية لهذا الشخص أو لذاك الشخص، لهذا المسؤول أو ذاك المسؤول، بل هناك بناء مرتبط وخاطئ رافق بناء العملية السياسية وتشكيل إدارات الدولة منذ 2003 ما بعد سقوط النظام. جاءت الاتفاقات من أجل أن نشرع قبل فوات الأوان بنصلح ما يمكن إصلاحه، قبل أن يفرض علينا الإصلاح، قبل أن يفرض على السياسيين وعلى التنفيذيين وعلى الدولة الإصلاح بأي طريقة كانت من الشعب العراقي. إلى الآن تم تنفيذ الجزء القليل جدا مما تم الاتفاق عليه، الباقي لم أجد هناك معارضة حقيقية أنه أو بالرفض أننا لا نقبل، بل تفسير كما هو الحال. دائما نبحث عن تفسيرات كما كان من تفسيرنا للدستور ولغيره. هناك من يؤول بعض هذه الاتفاقات ويقول ليس هذا الوقت. بعض الاتفاقات كانت محددة بوقت أن يجب أن تتم خلال شهر أو شهرين أو 3 أشهر، وبعضها إلى غاية 6 أشهر من إقامة الجلسة الأولى لمجلس النواب. بطريقة التفاهمات، وأعتقد أن التفاهمات ليست عسيرة، ممكن أن تكون هناك تفاهمات ما بين القوائم، سيما بوجود القائمة الكردستانية التي تحث الأطراف على أنه لا تنصل عن اتفاقات أربيل، لأنها تشكل حجر الزاوية القوي لبناء منظومة حكم بالعراق قادرة على الاستمرار إلى نهاية الدورة الانتخابية.